مساء الخير يا حبايبي قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بجد كان وحشني الفيديوهات والقصص اللي بعملها ليكم بعد غياب اكتر من شهر كامل. وبدون مقدمات كتير خلونا ندخل في تفاصيل قصتنا. تخيل معايا انك انت تندفن بالغلط وتعيش جوه القبر بتاعك 5 ايام كاملين بالتمام والكمال، منهم 3 ايام كنت في غيبوبة ويومين صاحي وعارف انك انت متكفن وجوه القبر بتاعك ومش عارف تخرج ولا تعمل ايه. زمان سمعنا في مصر عندنا ان في واحد اندفن بالغلط، ولما طلعوه من القبر بتاعه اول واحد شافه مات من السكتة القلبية. القصة لشاب مصري والقصة حقيقية 100%. حسين عبد العظيم 35 سنة، شاب مصري عايش في حي الجمالية مع خالته وبيشتغل قهوجي عشان يكون نفسه ويتجوز البنت اللي خطبها. وفي يوم من الأيام بعد ما خلص الشيفت بتاعه من الشغل المفروض في واحد بيجي يستلم مكانه، لكنه للأسف ما جاش وحسين كمل الشيفتين مع بعض. وأول ما خلص شغله روح بيته ونام على طول من التعب، وخالته راحت تصحيه لكنه ما صحاش معاها، فهي افتكرت إن هو أغمى عليه وحاولت كتير تفوقه ورشت عليه مية لكنه من غير فايدة. طلعت تجري بره عشان تشوف اي دكتور والجيران شافوها واتجمعوا معاها، وواحد من الجيران راح عشان يجيب الدكتور، ولما الدكتور جه وكشف عليه قال لهم البقاء لله. ودي كانت لحظة صمت من الصدمة حلت على الجميع. الكل كان في صدمة، حسين مش تعبان وما عندوش اي امراض وكان طبيعي جدا، لكن مشيئة الله فوق كل شيء. الناس ما صدقوش وشالوه وراحوا بيه على المستشفى، والدكتور هناك أكد لهم نفس الكلام، شخص حالة موته بإنه نتيجة أكل مسموم ونصحهم إنهم يشرحوا الجثة، لكن أهله رفضوا إنهم يشرحوا الجثة وقالوا إن دي مشيئة ربنا، ونقلوا جثمانه للمشرحة لحين انتهاء الإجراءات، وبعدها تم تغسيله وتكفينه وده كله وهو حي وهم ما عندهمش علم. وبعد كده مشيوا في جنازته وتم دفنه في مقابر الصدقة، لأن أهله ما كانوش مقتدرين إنهم يشتروا مقبرة خاصة بيهم. وبعد 3 أيام من الدفن قلب حسين بدأ بالنبض، ومن بعدها حسين صحي والأجواء حواليه كانت ضلمة وكانت صامتة جدا، صمت ما بعده صمت. وبدأ يتحسس جسمه والقطن اللي محطوط جوه مناخيره لحد ما عرف واتأكد إنه متكفن ومدفون. والرعب بدأ من اللحظة دي، وقام هو بيزحف عشوائي ومش عارف يوصل لمخرج القبر، وفضل يومين كاملين على الحال ده بالتمام والكمال، بيصرخ ويزعق على أمل إن حد يسمعه وينقذه، لكن لا حياة لمن تنادي. وكان بيسمع الناس وهي بتقرب من القبر بتاعه، والناس كانت فاكرة إن هو جن أو عفريت، وأول ما بيسمعوا الصوت كانوا بيهربوا، لكن الكلام زاد عن القبر والصوت الناس بقت تسمعه صبح وليل، لحد ما الناس بدأت إنها تعرض حلول على بعضها. في اللي قال نفتح القبر نشوف إيه اللي فيه، وفي اللي قال إن دي حرمة أموات وحرام إننا نكشف عليها. وفضلوا على الحل والنقاش ده لحد ما جه الشخص اللي دفنه وقال أنا اللي هفتح القبر وأشوف فيه إيه. وبمجرد ما فتح القبر وشاف حسين قاعد بالكفن في القبر جات له سكتة قلبية ومات في لحظتها. حسين خرج من القبر وهو في كامل قواه الجسدية، والناس ادوله لبس عشان يستر بيه نفسه، ونقلوه للمستشفى هو والشخص اللي مات وعالجوا حسين، لكن نفسيته كانت متدمرة. اللحظة دي لأن ده هو ده أهم ما في الموضوع. ايوه. أنت دلوقتي بقيت في القبر في القبر واتقفل عليك وبعدين مرة واحدة بتقوم تلاقي نفسك لابس ملابس الكفن. ما انا مش شايف. ضلمه مش شايف. مش عارف انت بقى انت قمت اصلا النهار ولا ليه؟ ده ما كنتش عارف. انا نفسي نايم في البيت مش عارف. انا نفسي نايم في البيت على السرير مش شايف مش عارف حاجه. ف بعمل كده لقيت الحاجات اللي عليا وقعت، الهدوم اللي عليا وقعت، اللي هو كان الكفن يعني. الكفن يعني. لقيت قطن هنا ومغصب في وداني وفي الحتت دي شلتها وفي جسمي كله. شلت بقى القطن من هنا ومن هنا، شميت الريحه بقى من عنك بقى. وطبعا الدنيا انا بس عايز اوصل للناس اللي دلوقتي الدنيا ضلمه مفيش خالص، انت مش شايف اي حاجه. مش شايف حاجه. انت قاعد بتتحسس كانك انت دلوقتي. اقول لك يا عم الشيخ، انا قمت شلت القطن بقى ومن هنا ومن هنا، شميت الريحه بقى، لقيت ريحه كريهه وضلمه مش شايف حاجه. بحسس بقى حواليا، لقيت الاخوه حواليا اللي مؤاخذه ميتين حواليا. كان والدك كان ميت؟ في يعني بس من زمان يعني مش من زمان يعني من فتره. انت وانت كده كان في حد كان لسه ميت قريب يعني؟ كان انا ما اعرفش يعني وانت بتحسس كده؟ حسيت لقيت اللي حواليا لقيتهم جنب مني. لقيت ايه؟ عظم يعني؟ حسيت بعظم؟ لا لقيت رجلين وجسم كله يعني كان في حد ممكن يكون اتدفن قريب منك؟ قريب مني جنب مني يعني. فلقيت بقى شميت الريحه بقى، في ريحه كريهه بقى ومش شايف بقى، ضلمه مش شايف حاجه. لقيت بقى شعره وقف، كان خشن ما كانش كده. لقيت شعره وقف بقى، وقف كده زي المقشه الجريد حضرتك كده،
وجسمي كله اتنفض بقى. ومش عارفه اطلع على اعصابي. قمت بقى قعدت بقى اتصحف كده على ايديا وركبي لحد ما وصلت للسلم. قمت بقى لما قمت بقى ما تقول دوست على حاجه عملت رجلي. قعدت بقى يمين زي على السلم انزف من رجلي على السلم. يعني اتخبطت في شيء اتخبطت في حاجه من السمانه من السمانه. انت اللي انت اتخبطت فيه ده، انت حسيت ان انت اتخبطت في حاجه في القبر من جوه ولا في حاجه خبطتك؟ ما اعرفش، اصل انا قمت ما وصلت السلم قمت وقفت، ما اعرفش بقى ايه اللي حاجه بقى خبطتني. لقيت بقى رجليا بتنزل في دم، بتجيب في دم، ما حسيتش بالجرح بس حسيت بالدم بينزل من رجلي. عملت ايه بقى ساعتها؟ قعدت بقى استغيث بقى، الحقوني الحقوني هيرزق الحقوني. قعدت يومين على السلم اصوت الحقوني هيرزق الحقوني. الحقوني ايه؟ يعني هيرزق الحقوني. بتصوت بتصوت بقى عشان الناس تسمعني، كان ربنا مقول الحنجره دي عشان الناس تسمعني. فكنت بسمع رجلين بقى تيجي عند التربه وتجري، مش بسمع صوت، اسمع رجلين بس تجري تيجي عند التربه وتجري. جه برضه تالت يوم برضه يجروا برضه. انت ما حاولتش تطلع السلم ساعتها؟ طلعت وقعدت على السلم بس ما فيش اعصاب ان انا اقف، ما فيش، ان رجلي كانت بتجيب في دم. ما فيش اعصابي كانت سايبه كلها، كان جسمي كله بيترج من الخضه. قعدت بقى على السلم قالوا حقوني، انا قعدت اصوت بقى اليوم اللي اهليه مع السلم اصوت. جه بقى رابع يوم بقى سمعوني. قول لي في الوقت ده انت طب ما عندكش احساس بالجوع؟ ما عندكش؟ لا ما كنتش حاسس بحاجه سبحان الله، ولا بجوع ولا عطش ولا حاجه. وفضل على الحال ده أكتر من شهر ما بيتكلمش من أثر الصدمة. شكل حسين اتحول لراجل عجوز فوق ال60 سنة، مع إن عمره ما يقارب ال35 سنة، وخطيبته كمان سابته واتخلت عنه بعد اللي حصل له، وحاول إن هو يرفع شكوى على المستشفى وبالأخص الدكتور اللي شخص حالته بالخطأ، بس للأسف المستشفى حذفت كل الأدلة وبقى الحال كما هو عليه. من رأيي الشخصي أظن إن دي أسوأ تجربة ممكن أي إنسان مننا يمر بيها. ولو انت وصلت لحد الدقيقة دي من الفيديو فحابب اشكرك على وقتك الجميل اللي انت قضيته معايا. واخيرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.